في ناس فاكرة إن الاكتئاب مجرد حزن، وإن الشخص المكتئب محتاج يخرج يتمشى أو يسمع كلمتين حلوين. لكن الحقيقة أخطر من كده بكتير. الاكتئاب ممكن يخلي الإنسان يحس إنه مفيش أي سبب يعيش علشانه، برغم إنه ممكن يكون عنده كل حاجة. ممكن كمان يخلي شخص يضحك قدام الناس وفي نفس الوقت من جواه منهار بالكامل. وممكن يخليه يبقى تعبان نفسيا لدرجة إنه يقوم من على السرير كأنه شايل جبل فوق جسمه. والنهاردة هنفهم يعني ايه اكتئاب فعلا، وليه الاكتئاب اضطراب عقلي، والفرق بين الاضطرابات العقلية والاضطرابات الشخصية، وايه اشهر انواع الاكتئاب. وكمان هنعرف ازاي نفرق بين الحزن الطبيعي والاكتئاب الحقيقي، وهنعرف علاقة الموبايل والسوشيال ميديا بالاكتئاب، وكمان هنتكلم عن علاج الاكتئاب. كل ده واكتر هنعرفه النهاردة في الفيديو. وقبل ما نبدأ لازم تعرف ان الفيديو ده للتوعية والفهم، والتشخيص الحقيقي لازم يكون عن طريق مختص نفسي أو طبيب نفسي. ودلوقتي يلا بينا نبدأ. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بيكم. معاكم باسم من قناة هيوكا. أول حاجة هنعرفها النهاردة هي يعني إيه اكتئاب. الاكتئاب ده نوع من أنواع الاضطرابات العقلية. الحقيقة أن الاضطرابات بشكل عام بتتكون من نوعين مشهورين: اضطرابات شخصية أو اضطرابات نفسية اللي هي بيسموها عقلية. والاضطرابات الشخصية دي مش حالة طارئة، دي نمط ثابت ومزمن، وبيكون مرتبط بطريقة التفكير وسلوك الإنسان ومشاعره ونظرته للحياة، وغالبا بتبدأ مع التربية والنشأة في الطفولة، وبتفضل ثابتة نسبيا مع الشخص لفترات طويلة لأنها بتكون جزء من تكوين الشخصية نفسها، وبتظهر غالبا في فترة المراهقة أو في أول مرحلة الشباب. والاضطرابات الشخصية دي مثلا زي اضطراب الشخصية الاعتمادية، أو اضطراب الشخصية التجنبية، أو الشخصية الحدية، الشخصية النرجسية، وغيرها كتير من الاضطرابات. والاضطرابات دي كلها عملنا فيديو عنها قبل كده، وهسيب لك الروابط في صندوق الوصف أسفل الفيديو. تاني حاجة الاضطرابات النفسية أو العقلية، ودي بتكون حالة مرضية نفسية أو عقلية بتظهر فجأة أو بعد ضغط معين، وغالبا بيكون ليها بداية واضحة وأعراض واضحة، ودي بتأثر على المزاج أو التفكير أو السلوك بتاع الإنسان نفسه. وفي بعض الاضطرابات العقلية بيكون في خلل أو اضطراب في النواقل العصبية اللي موجودة في المخ، زي مثلا السيروتونين أو الدوبامين وغيرها من النواقل العصبية المرتبطة بالمزاج والطاقة. يبقى كده فهمنا إن الاضطراب النفسي أو العقلي ده حالة مرضية لها بداية وأعراض واضحة، أما الاضطراب الشخصي ده نمط ثابت مزمن في الشخصية نفسها، وده المسؤول عن طريقة الحياة والتفكير. طيب إزاي نفرق بين الحالة المزاجية والاكتئاب؟ لازم نعرف إن مش أي حزن يبقى اكتئاب، ودي نقطة مهمة جدا. أي إنسان طبيعي ممكن يحزن، ممكن يمر بفترة ضغط، ممكن يتضايق، وده طبيعي جدا. لكن الاكتئاب حاجة مختلفة. الاكتئاب بيخلي الإحساس بالحزن واليأس وفقدان الطاقة يكونوا مسيطرين على الشخص لفترات طويلة، وفي الغالب بيأثر على النوم والأكل والتركيز والشغل والدراسة والعلاقات، حتى القدرة على الاستمتاع بالحياة. أما الحالة المزاجية الطبيعية فدي ممكن تتحسن بخروجة، تغيير جو، قعدة حلوة. لكن الاكتئاب الحقيقي غالبا بيحتاج تدخل علاجي، وعلاجه مش صعب يعني، بس تجاهله ممكن يخليه يزيد مع الوقت ويبقى أخطر، وعلاجه أصعب. الحقيقة أن الاكتئاب ملهوش سبب واحد محدد، لكن في مجموعة عوامل وأسباب متداخلة مع بعضها. يعني عندك أول وأهم سبب لما بيحصل اضطراب أو خلل في بعض النواقل العصبية الموجودة في المخ، زي مثلا السيروتونين والدوبامين والأسيتيلكولين والنور إبنفرين، ودي كلها مواد موجودة في المخ مرتبطة بالمزاج والطاقة والشعور بالمتعة والدافعية، ولما بيحصل فيها خلل بتأثر على الشخص وبتسبب الاكتئاب. تاني عامل من عوامل الاكتئاب هو العامل الوراثي. يعني في ناس بيكون عندها استعداد وراثي أكبر للإصابة بالاكتئاب، يعني حد من الوالدين كان مريض اكتئاب. الموضوع ده بيزود قابلية الإصابة بالاكتئاب عند الأبناء، فهنا العامل الوراثي له تأثير كبير. تالت عامل معانا هو الضغوط والصدمات النفسية، زي مثلا فقدان شخص عزيز أو الطلاق أو المشاكل الزوجية، ودي ممكن تسبب اكتئاب سواء للزوجين أو الأبناء. كمان الصدمات والتنمر
العلاقات المؤذية مع أشخاص غير سويين، المشاكل المادية، الوحدة والفراغ العاطفي، كل الحاجات دي ممكن تكون عامل بيغذي الاكتئاب أو تساعد على ظهوره. رابع عامل بيسبب الاكتئاب هو ضعف الصحة النفسية وعدم القدرة على التعامل مع الضغوط، وده بيخلي الشخص معرض أكتر للانهيار النفسي مع الوقت. من الحاجات المهمة جدا اللي بقت مرتبطة بالاكتئاب في الزمن الحالي هي السوشيال ميديا والاستخدام المفرط للهواتف المحمولة، وده ممكن يكون تأثيره مباشر أو غير مباشر. يعني مثلا زمان الإنسان كان بيقضي وقت أكبر مع أسرته، أصحابه، في كلام حقيقي بيتقال، خروجات، فسح، والتفاعل الإنسان الطبيعي كان موجود. لكن دلوقتي في ناس حرفيا عايشة طول اليوم ماسكة الموبايل، لكن نفسيا حاسس بوحدة شديدة جدا، وده لأن التواصل الإلكتروني مش دايما بيعوض الاحتياج النفسي الحقيقي للإنسان. كمان السوشيال ميديا أحيانا بتخلق نوع من العزلة والانفصال النفسي والفراغ العاطفي كمان. يعني الشخص ممكن يكون عنده آلاف المتابعين ومئات المحادثات، لكن في الحقيقة حاسس إنه هو لوحده، وده لأن أغلب العلاقات على السوشيال ميديا بتكون سطحية وسريعة وغير مستقرة نفسيا. غير كده كمان السوشيال ميديا بيخلي الإنسان طول الوقت في حالة مقارنة، يعني بيقارن شكله، حياته، نجاحاته، علاقاته، جسمه، فلوسه، حتى سعادته بالناس التانية، وده مع الوقت بيخلق نوع من إحساس بالنقص، جلد الذات، وعدم الرضا عن العيشة اللي هو عايشها، وإحساس إن كل الناس سعيدة إلا هو. كمان الاستخدام المفرط للموبايل وخصوصا بالليل بيأثر على النوم بشكل كبير جدا، وقلة النوم أو اضطرابه من الحاجات اللي ممكن تزود الاكتئاب أو تساعد على ظهوره. وفي ناس بتستخدم السوشيال ميديا كنوع من الهروب من الواقع، لكن مع الوقت الهروب ده ممكن يزود العزلة والفراغ النفسي والانفصال عن الحياة الحقيقية. وعلشان كده الاستخدام المتوازن للسوشيال ميديا مهم جدا للصحة النفسية، لأن المشكلة مش في التكنولوجيا نفسها، المشكلة في طريقة استخدامها وتأثيرها على الحياة النفسية والاجتماعية. قبل ما نتكلم عن أنواع الاكتئاب عايز أوضح نقطة مهمة جدا. ما ينفعش تشخص نفسك من فيديو. الأعراض اللي هنتكلم عنها هدفها الفهم والتوعية والانتباه، لكن التشخيص الحقيقي لازم يتم عن طريق معالج نفسي مختص أو طبيب نفسي، لأن في اضطرابات كتير أعراضها بتتشابه مع بعضها. وأول نوع من أنواع الاكتئاب معانا هو الاكتئاب الجسيم أو الحاد، وده بيعتبر من أشهر وأقوى أنواع الاكتئاب، وبعض الناس بتسميه الاكتئاب الشديد أو الاكتئاب الرئيسي. أعراضه ممكن تستمر أسابيع أو شهور. طيب نعرف الاكتئاب ده إزاي؟ هنلاقي الشخص عنده حزن شديد، فقدان شغف، وفقدان للطاقة، كمان دايما بيحس إنه هو تعبان من غير ما يعمل مجهود. كمان الشخص بيكون عنده اضطرابات في النوم. يعني ايه اضطرابات في النوم؟ يعني يحس بأرق شديد وبيسهر أيام كتيرة جدا، وممكن يطبق لتاني يوم صاحي. كمان النوم المفرط، يعني الشخص يفضل نايم لساعات طويلة جدا، ولما يصحى يحس انه عايز ينام تاني ومش قادر يقوم من على السرير. كمان من ضمن اعراضه اضطرابات الشهية، يعني ساعات يحس كده ان في شراهة في الاكل، ياكل كميات كبيرة، اللي يجي قدامه يزيحه. وممكن كمان يحس بفقدان الشهية، في بعض الاوقات يحس انه مش عايز ياكل. كمان من الاعراض صعوبة التركيز، اضطراب في الذاكرة والتردد، واحساس انه هو مش قادر ياخد قرار. كمان من أخطر الأعراض اللي بتميز النوع ده عن باقي الأنواع هي أفكار الموت أو الأفكار الانتحارية، ولازم نفرق بينهم. أفكار الموت هي إن الشخص يبقى يائس وحاسس إن هو مش عايز يكمل، وبنسمعها كتير لما حد يقولك يا رب أموت أو يا رب خدني وريحني، يعني الشخص هنا بيتمنى الموت. لكن الأفكار الانتحارية بيبقى فيها تفكير مباشر في إن الشخص ينهي حياته بنفسه، وممكن كمان يحاول ينفذها فعلا، ودي حالة خطيرة جدا وبتحتاج تدخل متخصص فورا. كمان الشخص بيبدأ يفقد اهتمامه بالحاجات اللي كان بيحبها، زي مثلا الرسم، موسيقى، رياضة معينة كان بيمارسها، الخروجات والفسح، وكل حاجة بتفقد معناها وقيمتها ومتعتها بالنسبة له. واخطر حاجة في الاكتئاب انه بيخلي الانسان يقتنع ان مفيش امل، ودي اكبر كذبة بيكذبها الاكتئاب على المريض. تاني نوع معانا هو الاكتئاب المستمر او المزمن،
وده بيكون أقل حدة من الاكتئاب الجسيم، لكن مدته أطول شوية، يعني ممكن يستمر سنتين أو أكتر. والأعراض اللي بتميزه بنلاقي الشخص بيحس إنه هو حزين باستمرار، عنده فقدان للبهجة، كمان انخفاض في الطاقة، بتحس إنه هو مش قادر يتحرك، مش قادر يتكلم. كمان اضطرابات النوم، يعني سواء إن الشخص ينام كتير أو عنده أرق مش بينام. كمان برضو اضطرابات الشهية من ضمن الأعراض المشهورة، زي شراهة في الأكل أو فقدان للشهية نهائي. كمان ضعف تركيز وصعوبة في أداء الأنشطة اليومية. لكن من أكتر الأعراض المميزة هنا هي تدني احترام الذات. الشخص في الاكتئاب المستمر أو المزمن بيبدأ يحس إن هو أقل من الناس أو فاشل أو ما يستحقش يعيش ومفيش أمل إنه يتحسن. ومن الجمل اللي ممكن تسمعها من الشخص اللي بيعاني من الاكتئاب المستمر لما يقولك حاولت أفرح بكل الطرق ومش قادر. تالت نوع معانا هو الاكتئاب التفاعلي، والنوع ده أحيانا بعض المتخصصين بيسموه اضطراب التكيف مع المزاج المكتئب. والنوع ده بيظهر بعد صدمة، أزمة أو حدث ضاغط قوي جدا، زي مثلا وفاة شخص قريب أو طلاق، حد بيترفد من شغله، أزمة مالية بيتعرض لها الشخص، مرض خطير أو حتى علاقات مؤذية. وأعراضه غالبا بتظهر خلال شهور من الحدث الضاغط اللي حصل. ومن أعراضه إن الشخص بيحس إن هو عايز يبكي باستمرار من غير سبب. كمان الشخص بيحس بقلق، تفكير زايد، أرق، إحساس باليأس، عزلة تامة، فقدان للطاقة. وبعض أعراضه وجوانبه بتشبه بالظبط اضطراب ما بعد الصدمة، لكنه مش نفس الموضوع. وقبل كده عملنا فيديو عن اضطراب ما بعد الصدمة، أنصحك تشوفه علشان تفهم الفرق، وهتلاقي الرابط في صندوق الوصف أسفل الفيديو. النوع الرابع هو اكتئاب ما بعد الولادة، وده نوع مهم جدا وناس كتير بتستهين بيه. بعد الولادة بيحصل تغيير هرموني ونفسي كبير جدا، وفي نسبة كبيرة من الأمهات بيحصل عندهم حزن، تقلبات مزاجية، إرهاق، عصبية من غير سبب. وده ممكن يكون طبيعي لفترة قصيرة، لكن أحيانا الأعراض دي بتزيد وتتحول لاكتئاب حقيقي. ومن أعراضه الحزن الشديد، فقدان الطاقة، صعوبة في رعاية الطفل، قلق مستمر، بكاء من غير سبب، اضطرابات في النوم، ساعات بتنام كتير وساعات بتحس إنها مش قادرة تنام وبتسهر كتير جدا. كمان أحيانا في أفكار مؤذية للنفس وللطفل. في الحالة دي لازم تدخل متخصص فورا. والتوعية هنا مهمة جدا، توعية مش بس للأم، لكن توعية للزوج والأسرة كمان، علشان يعرفوا يتعاملوا مع الموضوع ويعرفوا يدعموا الأم نفسيا. خامس نوع معانا هو اكتئاب الشتاء، وده من الأنواع اللي ناس كتير جدا ما تعرفهوش، وأحيانا بيسموه الاكتئاب الموسمي. وغالبا بيظهر مع دخول الشتاء وفصل الربيع، وده طبعا بيحصل بسبب قلة ضوء الشمس أو تغير الساعة البيولوجية في الجسم. ومن أعراضه إن الشخص بيحس بخمول، إن هو كسلان دايما وعايز ينام كتير جدا، كمان زيادة في الوزن، عصبية من غير سبب، فقدان الطاقة وحس إن هو دايما همدان ومش عايز يعمل حاجة، كمان الإحساس بالضيق من غير سبب واضح. وفي ناس كتير فعلا مزاجها بيتغير بشكل ملحوظ جدا في الشتاء. سادس نوع معانا هو اكتئاب ما قبل الحيض، وده بيكون مرتبط بالتغيرات الهرمونية اللي بتحصل قبل الدورة الشهرية، وده أحيانا بيسموه الاضطراب المزعج السابق للحيض. وأعراضه بتكون أقوى من أعراض الدورة الشهرية نفسها. ومن أعراضه العصبية الشديدة والتقلبات المزاجية، الحزن، القلق، الصداع. كمان في اضطرابات في النوم واضطرابات في الشهية، يعني ساعات بتاكل بشراهة وساعات تحس ان نفسها مسدودة مش عايز تاكل حاجة لفترات طويلة. كمان ده غير التعب والإجهاد وصعوبة في التركيز. وفي بعض الحالات ممكن توصل لأعراض البانيك أتاك اللي هي نوبات الهلع يعني. ونوبات الهلع اللي ما يعرفهاش دي عبارة عن نوبة بتيجي للشخص بيبقى أعراضها ضيق تنفس، رعشة، عرق، برودة في الأطراف، وسرعة في ضربات القلب. النوع السابع والأخير معانا هو الاكتئاب الغير نمطي، وده من الأنواع اللي أحيانا بتتفهم وبتتشخص غلط، لأن أعراضها مش بتقف عند الجانب النفسي لكن بيكون فيها جانب جسدي واضح. الاكتئاب الغير نمطي أعراضه الإفراط في النوم،
تحس ان الشخص بينام كتير، والافراط في النوم هنا غير اضطرابات النوم، لان اضطرابات النوم بيكون فيها نوم كتير او سهر وارق وعدم نوم. كمان من الاعراض الواضحة الافراط في الاكل، يعني الشخص بيحس ان هو عنده شراهة للاكل، ومهما ياكل ما يحسش بانه شبعان. كمان بيكون في زيادة ملحوظة في الوزن. والعرض المميز جدا للاكتئاب الغير نمطي هو إحساس بتقل في الذراعين والرجلين، كأن الشخص بيحس إن هو عنده بداية شلل. الجسم بيبقى مرهق بشكل ملحوظ جدا. كمان الشخص بيكون حساس جدا للرفض، يعني لو كلمة أو موقف بسيط ممكن يحرجه نفسيا بشكل كبير جدا، لدرجة الناس ممكن تشوفه مأفور أو مكبر الموضوع زيادة عن اللزوم. كمان الشخص ده بيكون عنده تقلبات مزاجية ملحوظة، شوية فرحان وشوية زعلان، وبيكون عنده عصبية ملهاش سبب واضح. ده غير طبعا إنه هو بيواجه صعوبة في العلاقات. وبعد ما عرفنا أنواع الاكتئاب، تعالوا مع بعض نتكلم عن العلاج. والحقيقة علاج الاكتئاب غالبا بيكون مقسوم لشقين، في علاج دوائي وفي علاج نفسي. العلاج الدوائي ده بيحدده الطبيب النفسي بس، وبيكون عبارة عن مضادات اكتئاب، وأحيانا أدوية بتساعد على النوم في حالة الأرق، وأدوية للقلق حسب الحاجة. والأدوية كمان اللي بتساعد في إعادة توازن النواقل العصبية اللي مرتبطة بالمزاج. لكن طبعا ممنوع استخدام أي دواء نفسي بدون إشراف طبي، لأن الحاجات دي خطورتها عالية. وبأكد عليكم إن شات GPT مش متخرج من طب، وفي بعض المعلومات بتاعته بتعتمد على نظرية هابدشتاين، لأن مستحيل تسأل شات GPT على حاجة ويقولك مش عارف. فبلاش تعتمد عليه في الأدوية والأمور الطبية الحساسة، خليك في الأمان واسأل متخصص. تاني حاجة معانا هي العلاج النفسي، وده جزء مهم جدا في علاج الاكتئاب، وبيتم مع معالج نفسي مختص. والعلاج النفسي هنا بيشتغل على طريقة التفكير والمشاعر والسلوكيات اللي بتغذي الاكتئاب. وفي حالات كتير من الاكتئاب بيكون العلاج النفسي فعال جدا. وأول نوع من أنواع العلاجات النفسية هو العلاج المعرفي السلوكي، وده من أقوى وأشهر أنواع العلاج النفسي، وبنستخدمه في اضطرابات كتير منها الاكتئاب. طيب العلاج المعرفي السلوكي ده أو CBT إيه فكرته الأساسية؟ الحقيقة إن الاكتئاب بيخلي الشخص يفكر بطريقة سلبية وتلقائية، زي مثلا يقول لنفسه أنا فاشل، محدش بيحبني، أو مثلا مفيش أمل، أو عمري ما هتحسن. فالمعالج هنا بيبدأ يشتغل مع الشخص على اكتشاف الأفكار المتشوهة اللي في دماغه، وبيناقشها معاه بطريقة منطقية، وبعد كده بيستبدلها بأفكار واقعية. كمان المعالج بيستخدم التنشيط السلوكي، يعني بيرجع أنشطة بسيطة للحياة اليومية مرة تاني، زي مثلا الرياضة أو الموسيقى أو الرسم وغيرها من الأنشطة، وده علشان يساعد المخ يستعيد نشاطه الطبيعي واحدة واحدة. تاني نوع علاج معانا هو العلاج التفاعلي بين الأشخاص، وده بيركز على العلاقات والمشاكل الاجتماعية، زي مثلا الوحدة أو المشاكل الزوجية، فقدان شخص عزيز، أو الصراعات الأسرية، والهدف منه تحسين التواصل وتقليل العزلة. تالت نوع معانا العلاج الجدلي السلوكي أو DBT، وده مفيد جدا خصوصا لو في اندفاع أو إيذاء للنفس أو تقلبات عاطفية قوية، وده بيركز على انه ينظم المشاعر ويساعد الشخص ان هو يتحمل الضغوط في الحياة. كمان بيساعده في اليقظة الذهنية ومهارات العلاقات. وبعد ما سمعنا انواع العلاج النفسي، هنا هنوصل لسؤال مهم جدا، وهو هل العلاج النفسي فعلا بيغير المخ؟ الإجابة الدراسات النفسية الحديثة أثبتت ان العلاج النفسي وخصوصا CBT اللي هو العلاج المعرفي السلوكي ممكن يغير نشاط مناطق في المخ مرتبطة بالمزاج والتفكير السلبي، وده بيوضح قد ايه العلاج النفسي مهم جدا وفعال كمان. عايزك تخلي بالك من نقطة مهمة جدا، الاكتئاب مش ضعف ولا دلع ومش قلة إيمان. الاكتئاب ده اضطراب نفس حقيقي، ممكن يسرق من الإنسان طاقته، شغفه، فرحته، حتى رغبته في الحياة. لكن في نفس الوقت الاكتئاب ده بيتعالج وممكن يتحسن جدا. وأكبر غلطة ممكن يعملها الإنسان إنه يواجه الاكتئاب ده لوحده. لو أنت حاسس إنك بتعاني اطلب مساعدة. طلب المساعدة هنا مش ضعف، دي شجاعة. ولو وصلت لحد هنا اكتب في التعليقات جملة مشجعة، زي مثلا كل الأزمات هتتحل بإذن الله، أو أي تعليق من عندك. وده علشان أي شخص مكتئب يشوف الجملة بتاعتك يحس إن لسه في أمل. ولو عايز تغير حياتك فعلا تابعني، لأن لسه في جديد.